باش يصوروا الأرض والرواد، فالضوء الضعيف ديال النجوم ما غاديش يبان في الكاميرا، بحال إلا صورتي بالليل في ملعب مضوي. ثالث حاجة، الظل. التصاوير بينوا ظلال مختلفة ومتقاطعة، وهذا الشيء كيقولوا باللي كاين كشافات ديال الضوء، مصابيح ديال استوديو تمثيل. ولكن العلماء فسروها بأن السطح ديال القمر غير مستوي وفيه جبال وحفاري، وضوء الشمس كينعكس على الأرض ديالو كأنها مراية. هاد الشيء كيعطي تشتيت للضوء وتعدد في الظلال. رابع حاجة وهي حزام فان آلن. هاد الحزام مطوق الأرض ومليان إشعاعات قاتلة. كيفاش طارت المركبة منه بلا ما يموتوا الرواد؟ ناسا كتقول باللي الرواد دازوا بسرعة كبيرة وتعرضوا لجرعة ضعيفة جدا من الإشعاع، حيث كانوا محميين بالهيكل ديال ألومنيوم ديال كبسولة أبولو، واختاروا مسار فيه أقل كثافة إشعاعية. المشككين موقفوش هنا، تساءلوا على صعوبة التحكم في المركبة القمرية في أبولو 11 بأجهزة كمبيوتر كانت أقل كفاءة من حاسبة كالكولاتريس ديال اليوم، ونيل أرمسترونغ قدر ينزلها يدويا بنجاح في آخر لحظة. وحتى في البث المباشر كيفاش داروا يبثوا صوت وصورة من القمر للأرض والمسافة بعيدة بزاف. ولكن كاين أدلة قوية وقاطعة لكتأكد الصعود. أول دليل هو الاعتراف السوفياتي. روسيا كانت كتراقب كل حركة ديال أبولو بالرادارات ديالها، ولو كانت خدعة